أنا جاي النهاردة عشان أكلمكم على هوسبيس مصر، مؤسسة خيرية مصرية بتقدم الرعاية المجانية للمرضى اللي في مراحل متأخرة من مرضهم. تقدم لهم رعاية بقى سواء طبية أو تمريضية أو اجتماعية أو نفسية. هم ما شاء الله دلوقتي موجودين في 4 محافظات في مصر ودخلوا الصعيد. احنا عايزينهم يبقوا موجودين في مصر كلها، وأحلى حاجة إن هم بيقدموا الرعاية للمرضى دول في بيوتهم، واللي ما عندوش بيت أو عنده أزمة في الحتة دي هم عندهم دار مخصصة ومجهزة بكل الحاجات اللي تقدر ترعى المريض، جاهزة وبيرعوهم فيها. هوسبيس مصر هدفها مش ان هي تطول في عمر المريض، لانه في الاخر الاعمار بيد الله. هي اللي بتحاول تقدمه ان هي تقلل معاناة المريض، تقلل الاحساس بالالم عنده، سواء الالم الجسدي او الالم المعنوي. وده عمل عظيم بصراحة. انا سعيد ان انا ابقى جزء من حملة زي دي، او اساهم معاهم في اي حاجة، لان هم اختاروا الطريق الصعب، هم اختاروا يمشوا عكس التيار. بتخاطب او بتقدم الرعاية للمرضى اللي للاسف الشديد ما عندهمش امل وفي مراحل متأخرة جدا. يدوا لهم الرعاية، يحافظوا على كرامتهم كبني ادمين، يسلطوا الضوء عليهم لناس كتير، لان هم مهمشين، مهملين بشكل كبير، حاسين ان هم في مرحلة من حياتهم محدش مهتم بيهم. دورنا ان احنا نقدم لهم الرعاية دي، نسلط الضوء عليهم، نقدم لهم الدعم المادي والمعنوي، نتبرع على قد ما نقدر، لان المؤسسة دي كل شغلها ده وكل الادوار اللي بتقوم بيها دي جاي من التبرعات فقط. بتتطلب فلوس كتير قوي عشان يقدروا يعملوا ده بجودة عالية. بدعو كل الناس انها تشارك على قد ما تقدر، تشارك بفلوس وتبرعات، ويعرفوا ناس بيهم، ولو يقدروا يروحوا يزوروا المرضى دول في أماكنهم، ده يبقى عمل عظيم جدا. أنا بشكرهم، بشكر هوسبيس مصر جدا، وسعيد إن أنا جزء من الحملة دي، وأتمنى الناس كلها تشارك. هوسبيس مصر، حياة مش أيام.